السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. طبعا بيبقى حضرتك عنده ايربودز زي الموجوده قدام حضرتك دي. الايربودز دي بمرور الوقت بتلقى ان صوتها قل او درجه الصوت بتاعتها قلت. طبعا المشكلة دي هي في الغالب بتبقى بسبب النظافة بتاعة الايربودز. فانا النهاردة جاي لك بفيديو طريف كده هيعجبك ان شاء الله، وهو ازاي بتنضفها. طبعا لو قعدت تنضف في الايربودز ساعتين كده مش هتتنضف معاك. تمام. كل اللي عليك انك بتجيب الكحول اللي هو الكحول الايثيلي ده اللي هو 70%. ده اللي هو الكحول الطبي. تمام. وبتجيب اي فرشة اسنان قديمة عند حضرتك. زي ما حضرتك شايف كده بتجيب الكحول الايثيلي وتيجي على الفرشة نفسها وتبدأ ان انت ترش عليها رشتين كده، وبتيجي على الايربودز بتاعت حضرتك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. وتيجي ما تخافش، نضف ده كله داير ما يدور كده. بتبدأ ان انت تشيل طبعا مش عايز اقول لك بقى بتشيل ايه، بس انت بتبدأ ان انت تنضف الايربودز بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وداير ما يدور بالشكل ده. تمام. تيجي على الناحية التانية برضو وتعمل نفس الحوار زي ما حضرتك شايف كده. تمام. تمام. بص يا سيدي، لو عندك اي فرشة اللي هي بتاعت الدهان اللي موجودة قدام حضرتك دي، لان في الغالب بتبقى الشعر بتاع الفرشة اللي هي بتاعت الاسنان دي بيبقى الى حد ما سميك شوية، فانت ممكن برضو تجيب دي زيادة تأكيد وتبدأ ان انت ترش عليها كده، وتيجي على الايربودز بالشكل ده، وتيجي تنضفها زي ما حضرتك شايف كده. طب انا بعمل ليه كده؟ هقول لك بعمل ايه كده. عشان البوف فلتر بتاع السماعة او الشريحة يعني اللي هي موجودة دي، او مش هو مش عارف اقول لك معناها يعني، بس هي اللي هي ايه كأنها زي مصفى يعني. فالشعر بتاع الفرشة ده بيكون اللي هو ايه سمكه اقل بكتير من فرشة الاسنان، فبينضف احسن. تمام. وبتيجي على الناحية التانية بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وبتيجي تنضف بالشكل ده. تمام. وبكده الايربودز هتتفرج بقى عليها وهتتفرج على مستوى الصوت بتاعها، ان شاء الله هيعجبك. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان انا اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك الفيديو، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.